بصوا هنا 50,000 سكوير متر من البارك ميه لتحت، وانت بتركب زي يعني كانك بتسيرف. على شمالنا هنا بنلاقي الشو ابارتمنت للتو بيدروم. السلام عليكم ورحمه الله، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر فخري، والنهارده هناخد مع بعض جوله في تاون سكوير من نشامه. تاون سكوير هي الكوميونتي ونشامه هو المطور. خلينا قبل ما ناخد جوله على الكوميونتي نعرف مين هم نشامه. نشامه اتكونت سنه 2014 من الاستاذ راشد العبار ابن الاستاذ محمد العبار، طبعا كلنا عارفينه. وكان لفريد ديوري دور كبير جدا في نشامه، زي ما كان ليه دور كبير جدا في داون تاون من اعمار وفي دبي مارينا. فعشان كده احنا في المنطقه اللي احنا فيها هنحس قوي ان احنا كاننا جوه كوميونتي من كوميونيتيز اعمار. واحنا بنبص بالعربيه كده وبنلف في الكوميونتي هنلاقي بنايات قديمه لسه مكتوب عليها اسم اعمار. طيب على يميننا هنا هنلاقي زي ما انتم شايفين مباني مكتوب عليها اعمار. تمام. فزي ما قلت لكم انه هنا احنا يعتبر يعني بلو برنت من الكوميونتي بتاعت اعمار. الطريقه اللي عاملين بيها الكوميونتي جميله جدا، فدي تعتبر بلو برنت او النسخه المصغره من دبي هيلز ستيت. الاثنين جمال قوي ككوميونتي، الاثنين فيهم خضار رهيب، الاثنين فيهم ريتيلز ما حصلتش. فخلينا الاول دلوقتي نعرف ايه هي الكوميونتي، مساحتها، منطقه هي فين. عرفنا مين هو المطور. تم تكوين المطور سنه 2014. تم الاعلان عن نشامه، تم الاعلان عن تاون سكوير بقى الكوميونتي سنه 2015. ومن ساعتها لحد دلوقتي هم بيسلموا في مشاريع داخليه جوه الكوميونتي. طيب الكوميونتي موجوده فين؟ الكوميونتي موجوده في منطقه القدره، دايركت على شارع القدره بتقاطعه مع شارع الامارات. تمام. نتكلم في حوالي 20% من مطار المكتوم. احنا كنا جايين في الطريق، صورنا فلوج ممكن تشوفوه في القناه عندنا. كنا جايين من جرينز من اعمار على الشيخ زايد، كانت اخذت معانا حوالي 20 او 22 دقيقه. احنا المفروض طلعنا من عند الجرينز. الجرينز من اعمار او باتشا هايت ستيكم نفس المنطقه على الشيخ زايد، وطالعين على نشامه تاون سكوير. بصوا على الماب قدامنا بالظبط 19 دقيقه، احنا طلعنا بالظبط من دقيقتين ثلاثه، فاحنا بنتكلم في حوالي 23 دقيقه، واحنا دلوقتي الساعه 10 ونص الصبح. ونقدر نقول ان هي حوالي 25 دقيقه من الداون تاون، 30 الى 35 دقيقه للمطار. طبعا لو في شارع معين واقف او في زحمه معينه اكيد هتاخد اكتر من كده، بس احنا بنتكلم كمسافات. لو الشوارع كويسه احنا بنتكلم في رينج ال 20 دقيقه الى نص ساعه، 35 دقيقه بالكثير بين اي نقطه موجوده في دبي. تمام. طيب عندنا احنا على شارع الامارات وشارع القدره، هنا بتكون موجوده الكوميونتي. الناحيه الثانيه منها موجود شيري وودز من ميراث. فوق الناحيه الثانيه من الامارات، من شارع الامارات، بنلاقي دماك لاجونز. الناحيه الثانيه من دماك لاجونز في دماك هيلز 1، وقدام هنا في دماك سان سيتي، وفي نفس الوقت دماك ايلاندز. فالمنطقه كلها كوميونيتيز، كلها فاميلي كوميونيتيز، يعتبر تاون هاوسز اكتر، وفي شقق برضو ولكن مش كتير. نشامه بتمتاز جدا بالشقق اللي موجوده فيها عن اي كوميونيتي ثانيه موجوده في منطقه دبي لاند والقدره. تمام. طيب الكوميونتي بتقع على 750 فدان. في هنا سنترال بارك رئيسيه. دي السنترال بارك الرئيسيه في المشروع بتمتد على مساحه 50,000 متر مربع. فيها مطاعم، فيها ريتيلز. لو احنا نقدر نبص كده على بره دي ال البارك دلوقتي، في هناك كده فايف جايز، في جنبه ستاربكس، في جنبه ناندوز، في عماير زي ما احنا شايفين على الكوميونتي. والعماير مش طويله قوي، احنا بنتكلم هنا حوالي 16 دور، يعني من 15 الى 16 دور. دلوقتي نرجع للكوميونتي. عندنا ايه هنا بقى؟ عندنا المنطقه دي زي ما قلنا 50,000 سكوير متر. بصوا هنا 50,000 سكوير متر من البارك، 10 كيلو من الجرينري والخضار والجوجنج تريلز. الناس تقدر تتمشى وبيكون حواليك خضار، يعني انت بتتمشى مش مجرد تتمشى بره، لا انت بتتمشى وحواليك خضار. ممكن نوريكم في الفيديو بعد كده. في سينماز اتنين، في سينما اوت دور وفي سينما هتكون اندور. عندنا السبورتس ارياز 8000 متر مربع من السبورتس اريا، ملاعب كره قدم، ملاعب تنس، ملاعب بادل، ملاعب باسكت وغيرها من الملاعب. 13 كيلو سايكلينج تراك للدراجات، وعندنا اوتيل موجود بالداخل. وفي منطقه هتكون ديزيجنيتد للمدارس والمولات، هتكون المنطقه دي. وفي نفس الوقت كل كلاستر موجود للتاون هاوسز هتلاقي معاه البول بتاعه او معاه المسجد بتاعه او التاون سنتر بتاعه. وكل بنايه من البنايات اللي بتطرح بتلاقي فيها ثلاث حاجات دايما ثابته، دايما في جيم، دايما في بول، دايما في باربيكيو اريا او اوت دور اريا. لو مشينا كده مع بعض
هنلاقي ان هنا في حاجه اسمها الباتل بارك. الباتل بارك دي بتفتح في ساعات محدده، بتكون زي يعني فريقين بيضربوا بعض بمسدسات وكده، في الاغلب يا كلر فايت يا حاجه تانية. تمام. عندنا ملاعب الكره اهي برضو، في منطقه انك تركب ويفز صناعيه جوه، فبيكون المنحدر اللي احنا شايفينه هناك ده بيبقى ميه، دفع ميه لتحت، وانت بتركب زي يعني كانك بتسيرف عليها. في نفس الوقت عندنا المطاعم دي انترناشونال براندز كلها وفيها درايف ثرو. ودلوقتي تعالوا ناخد بصه كده على البارك الرئيسيه. فزي ما احنا شايفين دي الماستر بلان. خلينا دلوقتي نبص على الشو ابارتمنت. عندنا هنا 2 بيدروم شو ابارتمنت علشان نشوف نوع الجوده اللي بتتقدم من نشام. يلا بينا. طيب ده بيكون الكوريدور او الهول اللي احنا بيكون موجود في الكوميونتي. تمام. على شمالنا هنا بنلاقي هنا بنلاقي الشو ابارتمنت لل2 بيدروم. الابارتمنت بتكون كلها فولي فينيشد، يعني متشطبه، ما بتكونش مفروشه، بتكون متشطبه، والمطابخ بتكون فولي فيتد من بوش. اوكي. طيب زي ما احنا شايفين كده دي بتكون الثلاجه. تمام. هنا بيكون المطبخ، طبعا في سوفت كلوزنج ان كان للادراج علشان محدش يعمل صوت. اوكي. هنا بيكون في سوفت كلوزنج، كل حاجه من بوش. والليفنج اريا زي ما انتم شايفين واسعه جدا. تعالوا نبص بصه على اوضه الاطفال. في طبعا جيست باثروم موجود دايما للضيوف، علشان لو اي حد من الضيوف عايز يدخل حمام ما يخشش الاوض. وبعد كده عندنا هنا غرفه الاطفال، ساعات بيكون فيها بالكوني وساعات بيكون فيها شباك على حسب اللاي اوت. في كذا لاي اوت للتو بيدروم. وبلس عندنا دريسنج اريا، والدريسنج اريا كبيره جدا في الناحيه الشمال وفي الناحيه اليمين. وطبعا عندنا الحمام في الشاور اريا وفي الحوض. دلوقتي هنبص على الماستر بيدروم. بس قبل ما نخش الماستر بيدروم عندنا هنا لوندري اريا، دي بتكون موجوده للغسيل، وبيكون برضو معاها الغساله من بوش، وبتكون المنطقه دي ديزيجنيتد فقط للغسيل. هنا معانا الماستر بيدروم. زي ما احنا شايفين بيكون السرير، 2 كومودينو جنبنا، ومعانا مثلا منطقه للتسريحه، وفي نفس الوقت نقدر نشوف الدريسنج اريا فور ذا مستر اند فور ذا مسز على اليمين وعلى الشمال. وبالداخل طبعا بيكون عندنا الماستر باثروم. مساحه الغرفه اللي احنا اتفرجنا عليها دي كانت 1200. عندنا طبعا لاي اوت للغرفه والصاله زي ما احنا شايفين. الغرفه والصاله عندنا البلكونه، الليفنج اريا، هنا البيدروم، كيتشن والدايننج، وفي برضو باودر روم. يعني دايما في اكتر من حمام، مش حمام واحد بس. بيكون في حمام للضيوف وفي الباثروم اللي هو للناس اللي قاعده في البيت. اوكي. في كمان 2 بيدروم. عندنا في ال2 بيدروم بقى في 5 فلور بلانز. ففي الباتر فلاي لاي اوت اللي احنا شفناه، وفي لاي اوت تاني ان الاثنين بيدروم يكونوا جنب بعض، والكيتشن مفتوح على الليفنج اريا، وتكون دي
كورنر يونت. وفي الثالثه نفس الكلام بس ميرور، ودي يعتبر في ماستر بيدروم، هي واخده جناح لوحدها بالماستر باث بالووكينج كلوزت بالكلام ده كله. والبيدروم الثانيه قدامها الحمام بتاعها مع اللندري اريا، والليفنج والكيتشن برضه مفتوحين مع بعض، وبتكون كورنر يونت. فطبعا معظم اللاي اوتس بتكون شبيهه لبعضها، ده من اكبر اللاي اوتس، بتكون طبعا اغلاهم لان بيكون عندنا ليفنج اريا واخده بالكني بتكون كورنر ال شيب بالكني، وفي نفس الوقت عندنا بيدروم معاها بالكني، والماستر بيدروم معاها شباكها. فدي طبعا وحده بتكون اكبر جدا في الحجم، يعني دي حوالي 1075 قدم. فدي اكبر 2 بيدروم بتكون موجوده. وبعد كده عندنا 3 بيدروم، في 2 بس فلور بلان ليها. في الماستر بيدروم والبيدروم دي والبيدروم دي بتكونوا الاثنين دول على كورنرز، وفي نفس الوقت الليفنج اند دايننج بيكونوا برضو على كورنر. فبالتالي احنا بيكون عندنا كورنر ناحيتين، لان دي بتكون كورنر يونت. ال 3 بيدروم دايما بتيجي كورنر يونت على الفلورز العاليه، ودي اللي هي اللي بتكون في الاغلب في الجي فلور. ليه؟ لانه زي ما احنا شايفين التراس عامل ازاي، فبيكون دي يا اما في البوديوم او في الجي فلور، فبيكون عندنا المساحه الكبيره دي من الترس. بس دلوقتي ايه المتاح، او احنا لو مثلا حابين ان احنا نستثمر في نشامه هنا، نقدر نقول ان الفئه السعريه بتاعت المشروع هنا هي من افضل الفئات السعريه الموجوده في السوق، لانه سعر القدم هنا مناسب جدا. احنا بنتكلم في حوالي 1200 1250 درهم لسعر القدم. هتلاقوا لينك تحت في الديسكربشن، في ده المفروض يعني زي كونسلتيشن لينك عشان نحجز كونسلتيشن كول، ممكن تدوسوا عليه وتحطوا التفاصيل كلها، ولايك وشير طبعا وسبسكرايب لو اي حد من اصدقائك مهتم بنشامه او عايز يعرف ياخد جوله جوه نشامه. بس شكرا كتير ليكم، تابعوني لمشاريع جديده.